تحديث في الواتساب الرسمي، تحديث رائع جدا جدا، هيخليك تحمي نفسك من المتطفلين. يعني انت في شخص عمال يبعت لك على الواتساب كل شوية، وانت الشخص ده مش مسجل رقمه او ما تعرفوش حرفيا، ولكن هو عمال يبعت لك في الرسالة ويكرر لك في الرسائل. فالواتساب تلقائي بيبدأ يعمل له حظر تلقائي من غير ما انت تتعب نفسك وتعمل لك حظر. يعني الواتساب الرسمي ميزة رائعة جدا جدا، هتحميك من المتطفلين على الواتساب. يلا بينا على الشرح العملي كل اللي عشان عليك هتيجي عند الواتساب الرسمي، هتضغط عليه بالشكل ده كده. بعد كده تضغط على الثلاث نقاط وتجيب الاعدادات، فتجيب الخصوصية. بعد كده تطلع لفوق كده، هتلاقي حاجة اسمها متقدمة، اخر خيار متقدمة، هتضغط عليها. هنا بيقول لك حظر الرسائل الواردة من حسابات مجهولة لحماية حسابك وتحسين اداء جهاز. سيحظر الواتساب الرسائل الواردة من حسابات مجهولة في حال تجاوز هذا الرسائل قدرا محدودا. يعني لو اي شخص مجهول عندك بعت لك رسالة، الشخص المجهول ده يعني انت مش مسجل رقمه عندك، يعني بيظهر لك رقم في الواتساب، ما بيظهر لكش اسم، حضرتك ما تعرفوش ومش مسجل الرقم بتاعه. تمام، فبيبعت لك رسالة والرسالة بيكررها كذا مرة، فالواتساب بيبدأ يحظره نهائيا لو انت فعلت الخيار ده. يعني اي شخص مجهول يبعت لك رسائل وانت ما تعرفوش وعمال يكرر في الرسائل، الواتساب كده هيحظره تلقائي لو مفعل الزرار ده.